السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا اخوتي الاعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم انمي دوجو. شكرا وبالتوفيق. وبعد غروب شمس ذلك اليوم انطوت الساعات الدامية وانطفأت ألسنة اللهب التي اشتعلت في ساحات معركة جين مون ضد القبضة الشيطانية. رفاقنا كانوا يجلسون حول النار يحاولون لملمة أنفسهم بعد كل الأحداث ومن التعب والإرهاق. جين مون وسطهم، ثيابه ممزقة ويقوم بخياطة ملابسه بهدوء. إلى جواره كان الفتى مون يحاول تضميد جراحه، تغمره مشاعر الأسى على أخيه الأكبر الكبير تانغ والباحث ذو 3 عقول. كانا يتحدثان. قال الكبير تانغ: بما أن وجهتنا القادمة هي التحالف السماوي المركزي، فعلينا المرور من مقاطعة سيشوان. يمكنكم أن ترتاحوا في منزل عائلتي هناك، لكن لن أنكر قد يشكل هذا عبئا كبيرا، وذلك لأن النصل الشمالي قد أصبح الآن محط أنظار العالم. أما الباحث ذو 3 عقول يقول: لا شيء في هذا العالم يمكن أن يظل مختفيا إلى الأبد. وفي تلك اللحظة قاطعهم ظهور تشونغ إن. كان يتفقد المنطقة المحيطة يتأكد من عدم وجود أي عيون تتبع للتحالف السماوي المركزي. قال بكل ثقة: أستطيع أن أؤكد أن منظمة القمر الأسود وحدها ستكون لديها معلومات حقيقية عما جرى اليوم. لكن المفاجأة الكبرى أنه لم يكن يستخدم أي من تنكراته، ظهر بشكله الحقيقي. عندها علم الجميع الحقيقة. تشونغ إن هو أحد أفراد منظمة القمر الأسود، المنظمة الأشهر في جمع المعلومات والتحكم في أسرار عالم الموريوم. الصدمة تملأ المكان. قال بدهشة: لكن الغريب عدم وجود أي أثر لأشخاص من التحالف السماوي المركزي في الأرجاء، رغم أن ما حدث هنا يشمل القبضة المحطمة والنصل الشمالي. وفجأة صرخ القائد سونغ وهو يوجه كلماته نحو جين مون: لماذا بحق الجحيم يتواجد القمر الأسود هنا؟ هل كنت تعلم بوجودهم؟ تبا، لم أستطع حتى الشعور بالتشي الخاص به. هذا يعني أنه سيد من أسياد فنون الدفاع عن النفس. الدهشة أصابت الجميع. الكبير تانغ حدق طويلا في جين مون وتساءل في نفسه فقط: من تكون يا سيد جين مون؟ أما الباحث ذو 3 عقول فقد ظهرت عليه نظرة تأمل وتمتم في داخله. لقد أخبرني جين سابقا أن شخصا ما كان يساعده من الظلال. يبدو أنه كان يقصد منظمة القمر الأسود. هذا ليس شيئا سيئا، ولكن يا أصدقاء أعتقد أنه يقصد هنا قائد المخابرات السرية النائب سيو. يلتفت الباحث ذو 3 عقول ينظر إلى تشونغ إن، تمتم في نفسه: القمر الأسود دائما ما يسعون لاحتكار المعلومات وهم لا يكشفون هويتهم لأحد، لكن إن كشف هذا الرجل عن هويته بنفسه فهذا يعني شيئا واحدا فقط: أنه حليف حقيقي لجين مون. حول نظره نحو جماعة السارية الحديدية وقال في نفسه: هؤلاء حتى لو أدوا واجبهم في الحراسة فالفضل الحقيقي في بقائهم أحياء يعود إلى جين مون أيضا. نظراته انتقلت نحو عائلة تانغ، أكمل تفكيره قائلا: عائلة تانغ تعتز بالشرف والكرامة، وإذا كانت ديون الشرف ثقيلة عليهم فأنا متأكد أنهم سيفعلون كل ما بوسعهم لسداد ما يدينون به لهذا الشاب. ثم انتقل ببصره إلى جماعة التنين الأبيض التجارية، هز رأسه مبتسما: أما هؤلاء لقد تلقوا مساعدة لا تقدر بثمن من جين مون، ليس فقط في المعركة بل في إنقاذ تجارتهم ومكانتهم في الموريوم. ثم أضاف بعين الحسابات: ولأنهم أهل مال فمن المرجح أنهم سيردون المعروف بطريقتهم الخاصة، ويبدو أن هذا سيفتح أمامنا ثروة مالية ضخمة. أخذ نفسا عميقا وتمتم. كل الخيوط كلها بدأت تلتف حول هذا الشاب. جين مون لم يعد مجرد اسم، بل أصبح نقطة تمركز المصالح، الولاءات والخطر. يتحدث الباحث ذو 3 عقول بهمس إلى جين وصوته منخفض: لقد حان الوقت أن يعرفوا من أنت. جين يلوح برأسه موافقا، ثم فجأة صفع الباحث كفيه بقوة
التفت الجميع نحوه بانتباه. قال بصوت واضح حازم: قبل أن نتابع الطريق، قبل أن نناقش المستقبل، أعتقد أن علينا أولا أن نقدم أنفسنا بصدق. الهدوء عم المكان، ثم أشار بيديه إلى الشاب الجالس بهدوء يخيط سترته الممزقة وقال: هذا الرجل هو زعيم الجيل الخامس للطائفة السماوية الشمالية، جين مون. الصمت عم المكان، مصدومون مما سمعوه الآن. تشونغ إن الذي يصرخ بصوت حاد وغضب شديد: ماذا فعلت بحق الجحيم؟ هل جننت؟ هذه معلومات شديدة السرية، هل تدرك ما الذي فعلته للتو؟ ثم تقدم الكبير تانغ خطوة، تلعثم، لم يصدق أذنيه. السليل الخامس، كنت أظن أنه مات قبل 10 سنوات. هل تقول الحقيقة؟ ويكمل قائلا: رئيس عائلتنا لطالما ندم أنه لم يستطع مساعدة الطائفة السماوية الشمالية حين احتاجتها. إذا كان هذا هو الحال فيجب عليك أن تأتي معي، يجب أن تقابل رئيس عائلة تانغ بنفسك. عم القائد سونغ فصرخ ضاحكا ضحكة عالية: ماذا قلت لتوك؟ زعيم الطائفة السماوية الشمالية؟ كما هو متوقع من عزيزي جين، كنت أعلم أنك لست شخصا عاديا، لكن من كان يظن أنك بهذا الإعجاز؟ حاول الباحث تهدئتهم، رفع يديه وقال بصوت جاد: اهدأوا، أنا أعلم أن الأمر صادم، لكن اسمعوني جيدا. واصل: أنا متأكد أن كل واحد منكم تلقى شكلا من أشكال المساعدة من هذا الشاب، لكن يجب أن تعلموا التحالف السماوي المركزي قد بدأ فعلا بوضع النسل الشمالي تحت أعينهم، لكنهم لا يعرفون أن هذا الشاب هو السليل الأخير للطائفة السماوية الشمالية وزعيمها الحقيقي. ثم يقول بصوت ثابت: إذا عرفوا هذه الحقيقة فسيفعلون المستحيل للقبض عليه. ثم نظر نحو جين وأضاف: صحيح، هو قوي بل مذهل، لكن إن تحرك التحالف السماوي المركزي بكامل قوته فلن يتمكن حتى هو من الوقوف في وجههم. ما أريد قوله هو أن هذا ليس الوقت المناسب لكي يكشف جين مون عن نفسه للعالم. إنه لا يزال يحتاج إلى المزيد من القوة، المزيد من الدعم، المزيد من الوقت. ثم نظر للجميع نظرة صارمة: ولذا فإن الأمر الآن أصبح دوركم أنتم من سيمنح هذا الزعيم ما يحتاجه من غطاء. نحن جميعا على نفس القارب، وهذا يعني أننا مقيدون بنفس المصير. ويكمل: سيأتي ذلك اليوم الذي ستعرف فيه هويته للجميع، لكن حتى ذلك الحين فلنبقي ما حدث اليوم طي الكتمان لأطول فترة ممكنة. الأمر بسيط فقط، ابقوا أفواهكم مغلقة. أنا أضع ثقتي فيكم يا رفاق في هذا الأمر. وقال بنبرة حاسمة: أما الآن فإلى الموضوع التالي، القمر الأسود. صرخت شونغ إن غاضبا: ما الذي تتحدث عنه بحق الجحيم؟ ولماذا يجب أن أستمع إليك أصلا؟ ابتسم الباحث ابتسامة لا يمكن تفسيرها لا بالسخرية ولا بالثقة. قال بهدوء: أخبرتك لتوي، نحن مقيدون بنفس المصير، وأعتقد أن القمر الأسود كان مشهورا دائما باحتكار المعلومات المهمة، أليس كذلك؟ غضبت شونغ إن، لكن في أعماقه كان يعلم أنه لا يستطيع الانسحاب الآن، ليس بعد أن وصل إلى هذا الحد. أكمل الباحث: من المعروف أن الشائعات تحدث ارتباكا، والشائعات التي نريدها هي أن القبضة الشيطانية جو تشيون وو قد مات أثناء ملاحقته لجماعة الليل الصامت بعد أحداث مدينة اليشم. مات هناك ولم يكن أحد معه. ثم أضاف: ولأن القمر الأسود لديه فروع في كل أنحاء الموريوم، فأنتم من سيتولى أمر هذه المهمة. وزعوا الشائعات، اجعلوها تنتشر في كل الاتجاهات كما لو كانت هي الحقيقة. تشونغ إن عض على أسنانه ثم قال أخيرا: حسنا. وبالفعل بدأ العمل فورا. تشونغ إن وجو والكلب تو أطلقوا رسائل إلى مراكز القمر الأسود في كل أرجاء الموريوم. وفي الجانب الآخر كانت البعثة تستعد للعودة إلى مدينة نانجو بعد أن أدوا ما عليهم في هذه المرحلة. الوداع لم يكن سهلا،
لكن كان لابد منه. عائلة تانغ ظلت مع جين، أما السرية الحديدية وجماعة التنين الأبيض سينفصلون عنهم. اقترب السيد الشاب الثالث من جين مون ونظرات الاحترام لا تفارقه، ثم قال بصوت صادق: إذا احتجت لمساعدة في أي وقت فلا تتردد في الاتصال بجماعة التنين الأبيض التجارية، سنفعل كل ما في وسعنا من أجل تقديم الدعم لك يا سيد جين. جين أومأ برأسه احتراما، ثم رد بنبرة هادئة: كلماتك أكثر من كافية. ثم سمع صوت آخر، صوت مألوف مليء بالعاطفة المكبوتة. كان السيد هوانغ ينادي عليه: سيد الشاب. لكن جين قاطعه بلطف: لا بأس يا سيد هوانغ، لقد تم تكليفك شخصيا من قبل السيدة الكبيرة نوا تاي. انحنى السيد هوانغ وصوته يرتجف: لما أعتقد أبدا أننا سنفترق بهذه السرعة، كنت أود أن أظل بجانبك حتى النهاية. ثم أكمل: ولكن بما أن السيدة نوا تاي قد كلفتني شخصيا، فرجائي الوحيد أن تسامحني يا سيد الشاب. صمت جين للحظة ثم أخبره: لا داعي لأن تعتذر يا سيد هوانغ، بسبب إحساسك بالمسؤولية ورعايتك الصادقة لي تمكنت من الوصول إلى هذا الحد. ثم نظر في عينيه وقال: أنا دائما ممتن لما فعلته من أجلي يا سيد هوانغ. لم تكن هنالك كلمات أخرى. نظرات الوفاء بين الرجلين كانت كافية لتختصر كل تلك المشاعر. يقول السيد هوانغ: سأستمر في التدريب على فنون الدفاع عن النفس. وعند الفتى مون بعينين امتلأتا بالدموع قال: الأخ الأكبر، سأبذل قصارى جهدي أيضا، سأتدرب على يد السيد هوانغ تشول، وسأعود إليك أقوى من ذي قبل. ثم اندفع نحوه واحتضنه بكل قوته. بكى حتى بلل ملابس جين بدموعه، وهو يقول بصوت متقطع: شكرا لك على كل ما فعلته من أجلي. أرجوك اعتني بنفسك جيدا أيها الأخ الأكبر. كان وداعا طويلا، وداعا حمل في تفاصيله كل شيء: الشكر، الألم، والعهود. وبعد أن غادروا اقترب القائد سونغ من جين مون، وكانت ملامحه تحملان جدية لم نعهدها عليه. قال: هنالك شائعات منتشرة مؤخرا. التحالف السماوي المركزي قرر تجنيد عدد كبير من محاربي فنون القتال الشباب من أجل إنشاء منظمة جديدة قوية. أكمل وهو ينظر إلى مون جيدا: يبدو أنهم سيمنحونهم قوة وسلطة هائلة، ولكن معظم المنضمين من الفصائل الصغيرة وجماعات المرتزقة الجميع يتجه إلى هناك خشية أن يفوتهم شيء كبير وتفوتهم تلك الفرصة. ويقول بصوت جاد: أفترض أنك ستتجه إلى هنالك أيضا للانضمام إليهم. لكن جين مون رد بثبات: على الإطلاق، بما أن المواجهة مع التحالف السماوي المركزي أصبحت حتمية، فقد قررت أن أحييهم أولا. ضحك القائد سونغ وهز رأسه: فهمت الآن. السبب الوحيد الذي جعلني أسألك هو لأنني كنت أخطط للذهاب إلى التحالف السماوي المركزي بنفسي بعد أن أنهي مهمتي مع جماعة التنين الأبيض التجارية. ربما نلتقي مجددا في المستقبل. تصافح الاثنان، نظرة رجال يعرفان أن الطرق المقبلة لن تكون سهلة، لكنها قد تتقاطع يوما ما في الظل أو في النور. ثم تفارق الجميع، كل في طريقه وفي مكان آخر. وبين أركان الظلال كان القائد جيوك يصرخ بألم لا يحتمل، دموعه تفور من عينيه وفمه، وصوت اختناقه الذي يرتجف. يد ضخمة تمسك برقبته بقسوة غير بشرية، أصابعه تغوص في جلده، وبصوت متقطع ما بين الحياة والموت همس جيوك: أليس ذلك هو الفن القتالي المحرم، الفن الشيطاني للدماء، 10 نساء، أليس كذلك؟ لكنه لم يكمل. حلمه بالسلطة جشعه للهيمنة تلاشى في لحظة. جسده قذف كالجيفة، ككيس من القمامة، ليصطدم بالأرض ثم يسقط بلا حياة. ومن الذي قذفه؟ من الذي تجرأ على القائد جيوك من التحالف السماوي المركزي؟ نعم، إنه هو ابن القبضة الشيطانية، ذلك الذي افترض الجميع أنه تم نقله مع القائد هيوك دونو
إلى مقر التحالف السماوي المركزي، لكن ها هو الآن واقف بملامح لا توحي بشيء سوى الخراب، ويقول: لم أتحمل العمل لهذا الأب الأحمق لسنوات طويلة فقط لأصبح رهينة بلا كرامة في يد التحالف السماوي المركزي. كلا كلا، لا أستطيع أن أخفي نفسي بعد الآن. ثم شيء تغير، ذلك الوجه الهادئ المتزن بدأ يتشوه، ملامحه تتغير، تتمزق، ويولد منها وحش شيطاني يقطر دما ويتنفس حقدا. هذا الوحش هو المسؤول عن ذبح نساء تلك القرية، هو من استخدم التقنية المحرمة فن الدماء ال10 للنساء، وتعطشه للدماء بدأ يزداد. وعند جين مون الذي يتجه نحو مقاطعة سيشوان برفقة الآنسة مي والباحث ذو 3 عقول وكذلك الكبير تانغ، كان ذهنه عالقا، تفكيره لم يهدأ. كلمات جو تشيون وو تتردد في ذهنه: أنا لم أذبح سكان تلك القرية. يفكر جين: إن لم يكن هو فمن؟ وجه خفي يلمع في ذاكرته، لكن قبل أن يتعمق أكثر تقاطعه الآنسة مي قائلة بصوت دافئ: شكرا لأنك أنقذت حياتي حينها من تحت أنياب القبضات المحطمة. ابتسم جين قليلا ورد بنبرة عميقة: بل أنت من أنقذتني. وهنا ربما يقصد عندما واجه شبح الرمح الذي قام بطعنه في القلب، ولكن جين لجأ بواسطة اليشم الذي أعطته إياه الآنسة مي في الأحداث السابقة. يقاطعهم تشونغ إن الذي كان يستطلع الطريق، ويبدو أنهم يستخدمون أفضل متتبع وجامع للمعلومات ككشاف للطريق. يا للحسرة. يكمل: إذا أكملنا مسيرنا سوف نصل إلى بلدة على بعد 10 أيام، وبعد مرور بعض الوقت يصلون إلى تلك البلدة الصغيرة. وأثناء تجولهم داخلها باحثين عن نزل ومطعم، صدم فيها أحد الأشخاص جين عن غير قصد. صرخ ذلك الرجل بوقاحة: أوي، انتبه إلى أين تسير أيها الأحمق. نظر إليه جين ثم قال معتذرا: اعتذاراتي. لكن الوقح لم يكتفي، بل تقدم خطوة وحدق في عيني جين التي تمسك سيفه، ثم رمقه بنظرة احتقار، ثم ينظر إلى عينيه ويقول: دائما الأوغاد مثلك هم الذين يقتلون الناس دون التفكير لثانية. أستطيع أن أقول أنك أحد النبلاء الذين يعيشون حياة تخلو من الهم وتعلموا قليلا من فنون الدفاع عن النفس. تأكد من مراقبة خطواتك أيها الوغد. وبالفعل يبدأ في المغادرة من أمام جين ويزيد: على أشخاص مثلك يجعلونني غاضبا. يتعجب الجميع من وقاحة ذلك الرجل. وبعد لحظات يصرخ الكبير تانغ حيث أحس بأن هنالك شيئا مفقودا، ثم ينظر باتجاه ذلك الشخص الذي تشاجر معه جين قبل قليل، والذي أثناء عبوره بالقرب من الكبير تانغ قام بسرقة تلك الأكياس من جيبه. يفتح الرجل الكيس ليرى مقدار ما كسب من المال، ومن الخلف يصرخ الكبير تانغ: لا يمكنك، انتظر، هذا سم. ولكن قد فات الأوان. ولكن بعدها يصاب الكبير تانغ بصدمة مما يراه أمامه، حيث أن ذلك الشخص رغم إصابته بالسم إلا أنه لا يتأثر به، وكأن لديه مقاومة للسم. يصاب الرجل بالغضب لأنه لم يجني أي شيء، وأراد الرجوع للبحث عن ضحية جديدة، ولكن يفاجأ بوجود جين أمامه يقطع طريقه، حيث يقول بالنص: سلمه لي سيد السارق. يتنهد ذلك السارق ويقول: لا أريد. ماذا ستفعل حيال ذلك؟ ويزيد: أتعرف، لقد اعتنيت بالأوغاد مثلك الذين يحملون سيفا للتفاخر، يتصرفون جميعا بالتعالي والقوة، ولكن عندما تدفعهم قليلا ينتهي بهم الأمر إلى السقوط مثل كيس من القش. انقض الرجل المجهول على جين مون بكل تهور، لكن جين تفادى الهجوم ثم وجه ضربة خاطفة بمقبض سيفه إلى بطن الرجل. تراجع الرجل وهو يلهث: لقد ضربتني للتو، تبا لك. يبدو أنك تعرف القليل عن فنون القتال أيها الوغد القذر. لكن جين لم يبدي أي ردة فعل ويقول: أعد ما سرقته واعتبر أن شيئا لم يحدث. صرخ الرجل مجددا وقد ارتفع صوته بالغضب: فقط لقد خفضت من حذري. ثم اندفع بكل قوته مرة أخرى، لكن هذه المرة
أوقفه جين بضربة قاسية على رأسه باستخدام سيفه. ارتج جسد الرجل، تألم لكنه صرخ وحاول أن يتحامل ليدور حول جين ويهاجمه من الخلف مباغتا إياه، لكن جين لم يتحرك، فقط قال في نفسه إنه لا يعرف الأساسيات، كل ما يفعله بدافع الغضب. لديه قوة متفجرة أجل، لكن لا يعرف كيف يستخدمها. إنه يقاتل فقط بغريزة البقاء لا بعقل المقاتل. وفجأة اختفى جين من أمامه، ثم ظهر على جانبه وضربه بقوة في بطنه، ثم تبعتها لكمات عنيفة على وجهه أسقطته أرضا. ركع الرجل بينما اقترب منه جين، قال: هل تظن أنني من أولئك الأغنياء الذين يحملون سيفا للزينة؟ المنزل الجيد لا يعني شيئا. لم أكن يوما غنيا ولم أعش يوما واحدا براحة. كل يوم مر علي كان عذابا نجوت فيه فقط لأعيش العذاب التالي. لكن هذا لا يعني أن عليك أن تسرق، أن تعيش مستاء، أن تجعل الألم ذريعة للانحراف. الرجل المسكين الدموع تنهمر من عينيه، ليس لأن كلمات جين قد أثرت عليه، ولكن لأن الضرب قد آتى ثماره. ولكن من هو هذا الفتى المجهول؟ طفل ولد لأب فقير وأم مريضة، توفي والده عندما كان صغيرا وترعرع في ظل الجوع. ينتقل من طائفة إلى أخرى حافي القدمين ببطن خاوية. كان مجرد طفل يبحث عن أمل، عن فرصة، ولكن الحياة وكأنها قد أقسمت أن لا تمنحه شيئا بالمجان. كانت القشة التي قسمت ظهره حين اقترب بخجل من بوابة إحدى الطوائف، يحمل بين يديه بضع القطع النقدية القليلة التي أعطته إياها أمه قبل لحظات من وفاتها. تلك الأم التي رغم ألمها ابتسمت في آخر أنفاسها وقالت: أنت تملك شيئا لا يملكه أحد يا ابني، لا تدعهم يخبرونك بالعكس. ومع ذلك وقف الحارس أمامه ينظر إليه من رأسه حتى قدميه، ثم بصق على الأرض وقال بازدراء: أمثالك لا مكان لهم هنا، خذ مالك واذهب واغتسل به أولا. وضربه حتى أسقط القطع النقدية من يديه، تناثرت على الأرض كما تناثرت كل آماله. صرخ الفتى، صرخ باسم أمه علها تستيقظ من الموت لتنقذه، ولكن لا حياة لمن تنادي. وفي لحظة وسط إهانة الحارس وضحكاته المتعالية اشتعل الفتى غضبا وانقض على الرجل وعضه بكل قوته قبل أن يسقطه أرضا بلكمات جعلت الجميع يحاول إيقافه. نعود إلى اللحظات الحاضرة. كان جين لا يزال ينهال عليه ضربا حتى جاء صوت الكبير تانك صارخا بقوة: توقف جين في مكانه. بينما أكمل الكبير تانك وهو ينظر إلى الصبي بتمعن. هذا الفتى ليس عاديا، إنه يملك موهبة نادرة. تقدم بخطوات بطيئة ثم قال في نفسه: أنا ولدت بمناعة فطرية ضد السم، لكنها لن تكن يوما كافية، فجسدي لم يكن مؤهلا لتعلم فنون الدفاع عن النفس. أما الآنسة ماي فبنيتها الجسدية مثالية لتعلم الفنون الدفاعية، لكنها لا تملك مناعة ضد السموم. ولكن هذا الشاب يملك الأمرين معا، مناعة فطرية وجسد مرن لتعلم فنون الدفاع عن النفس. حتى داخل عائلتي لم أجد من يجمع هذين الشرطين النادرين. شخصيته قد تكون جامحة، ولكن هذا يعالج بالتدريب. أما الموهبة فهي شيء لا يشترى. وهنا ولأول مرة مد الكبير تانغ يده وقال بابتسامة: أنا تانغ سيد 10,000 سم، هل تقبل أن تكون تلميذي؟ الطفل تجمد في مكانه كأن الزمن توقف. حلمه صار حقيقة، والدموع تتساقط من عينيه قبل أن يصرخ بصوت عال: التلميذ إيم يونغ رواسان يحيي سيده. ومن الآن فصاعدا سننادي هذا الفتى برواسان أو روسان للاختصار. وفي مكان آخر حيث تسير إحدى القوافل في الصحراء، وعندما يصلون إلى إحدى الأطلال من أجل الاستراحة فيها يجدون نارا مشتعلة هناك، وهنالك شخص جالس عليها. يقترب ذلك الرجل باتجاهه، وهنا تظهر السيدة الأولى إيون ها سيول. يعرف قائد المجموعة التجارية عن نفسه أنه السيد
يوهوان، وأنهم يخططون للبقاء هنا لليلة، تمنحهم الإذن للبقاء للاستراحة، وبعد نصب الخيام يعدون الطعام. يذهب يوهوان لإعطائها الطعام، ولكن يون هاسيول تنظر إليه دون ردة فعل. يحاول يوهوان تلطيف الأجواء ويخبرها أنه لا يوجد سم في الطعام، إنه حساء مصنوع من لحم الضان. ثم تأتيها تلك الذكريات الضبابية في ذاكرتها عن شخص قدم لها أيضا حساء لحم الضان. وبالطبع السؤال الذي يدور في ذهني وأذهانكم جميعا: ما الذي تفعله السيدة الأولى يون هاسيول في هذه الصحراء التي لا يتواجد فيها غير الذئاب والوحوش؟ حيث بطبيعة الحال في الفصول السابقة رأينا أنها كانت متجهة إلى البر الرئيسي حتى تلقي عليه آخر النظر. يسألها الرجل: إلى أين تحديدا في البر الرئيسي؟ تنظر إليه بتهكم وتسأله: لماذا؟ يبدو أن الرجل أعجب بجمالها، ويخبرها أنهم أيضا سيتجهون إلى البر الرئيسي. تخبره إيون هاسيول أنها ستكون في رعايتهم، وتطلب المزيد من حساء الضان. وفي صباح اليوم التالي وفي مكان آخر، وبعد استراحة أبطالنا ويستعدون لاستكمال مسيرتهم نحو عائلة تانغ، ومن بعيد يأتي روسان حاملا حقائبه لمرافقة سيده، ولكن عيونه تبدو مختلفة، تكاد لا تظهر من شدة انتفاخ جفونه، وهذا بسبب أنه في الليلة الماضية أخرج كل ما في قلبه لمعلمه، وكان يبكي كل الليل على كتف معلمه، يشتكي لكل ما حدث له أثناء حياته وفي طفولته. وأثناء قدومه ينتبه لشخص على جانبه، وكانت تلك هي الآنسة ماي، ويقول: إنها جميلة. تنتبه له هذه الأميرة، وقام بإعطائها قبلة طائرة، ولكن الصدمة الأولى كانت عنيفة عليه. الآنسة ماي: سيد جين، هل نمت جيدا؟ يا له من صباح جميل. تجاهلت تلك الأفعال الصبيانية، ولكنه يصاب بالغضب والإزعاج، ويذهب لاستفزاز جين ويخبره: هل سمعت ما قاله معلمي؟ أنا شخص لدي موهبة عظيمة، وسوف أبذل ضعف، لا بل 3 أضعاف الجهد لكي أتجاوزك، لذا لن يستغرق الأمر طويلا. يقول جين: هل تريد أن أضربك مرة أخرى؟ لكن يا روسان صدقني، لو تدربت عمرك كله لن تستطيع تجاوز هذا الجدار الشمالي. وعند غروب الشمس وفي مكان آخر تماما، وتحديدا البر الرئيسي، يتجه كل من النائب سيو وكذلك جونغ بايسان اللذان يتوجهان نحو قصر عائلة البوابة الغربية. وبالفعل يدخلون إلى الداخل، وهنا نجد الأخت الكبرى الآنسة ريو جالسة أمامهم قائلة: لقد مرت فترة طويلة، 7 سنوات بالفعل. وتخبره أنه كان يجب عليها زيارته قبل وقت طويل، ولكن بسبب الأشغال المستمرة لم تستطع فعلها. يسألها النائب سيو عن سبب استدعائه، وتقول الأخت الكبرى: إنه عن جين مون، حيث كان توقع النائب سيو صحيحا، فقد توقع بالفعل أنهم قد علموا بشأن جين مون. وتكمل الآنسة ريو: أنا متأكدة من أنك سمعت عن لقب النسل الشمالي من قبل، لا يسعني إلا أن أعتقد أن هذا الشخص هو جين مون نفسه. ما هو رأيك حول هذا الأمر؟ يرد النائب سيو: حسنا، قبل 7 سنوات رأيت جين مون محاصرا داخل إحدى المنازل المحترقة بأم عيني، ورغم مراقبتنا لم نجد أي علامات للحياة، ولكن إذا نجا من الممكن أن يكون هو فعلا النسل الشمالي. ويكمل أنهم بالفعل قد بدأوا التحقيق في أمر النسل الشمالي، ويسألها: هل تريدين مني أن أعد تقريرا عما وجدناه حتى الآن؟ ثم تخبره الآنسة ريو: سيكون هذا عملا جيدا. وبالفعل يغادر النائب سيو، ولكن تلك الأخت الكبرى تودعه بابتسامة، ثم تعود إلى نظراتها الحادة تلك، ويبدو أنها تشك أن هنالك نقصا في المعلومات، وربما يكون السبب في ذلك هو النائب سيو قائد مكتب التحقيقات السرية، وتأمر بوضعه تحت المراقبة. وبعدها وعند خروجه من المقر يبدأ بالتحدث عن المقاتل الشاب
السيد دام، الرجل الذي تحدى 100 رجل من فنانين الدفاع عن النفس وانتصر عليهم، وأنه ذهب في عزلة لمواصلة تدريبه، حيث يعتقد العديد من أتباعه أنه بمجرد خروجه للعلن سيكون هو محور الاهتمام داخل الموريوم. لكن ما لا يعرفونه هو أنه دخل في عزلة بسبب الهزيمة المهينة التي تعرض لها في ذلك اليوم من قبل جماعة الليل الصامت في الأحداث الأولى من القصة، وكانوا بحاجة للحفاظ على هذا سرا، لأنهم كانوا بحاجة إلى جعل دام سو تشون للبقاء كشخصية لا تقهر من أجل الحفاظ على خطتهم، وهم يستخدمونه كواجهة لتشكيل منظمة للشباب التي يريدون إنشاءها من أجل تجميع كل الشباب تحت راية واحدة لمضاهاة جشع العجزة من قادة التحالف السماوي المركزي الذين يحاولون إخضاعهم كما رأينا في الأحداث الأولى. واسم تلك الجمعية هو جمعية التنين اللاسردي إذا كنت أتذكر بشكل صحيح. نكمل. والسبب في اهتمامهم بموضوع النسل الشمالي والتأكد من موت جين أنه كان الشاهد الوحيد على الهزيمة المهينة للسيد دام، ويجب أن يتأكدوا من أن يصمت للأبد. وبعد خروجه يقول النائب سيو أنه حان الوقت للقيام بتحركاته، والأحداث تبدأ في الاشتعال، حيث توجه كل من جين ورفاقه وكذلك إيون هاسيول نحو البر الرئيسي. ليس ذلك فحسب، وأيضا البر الرئيسي الذين سيبدأون في التحقيق بأمر جين النسل الشمالي. وكذلك تحرك النائب سيو قائد مكتب التحقيقات السرية. والأهم من ذلك كله هو التجمع العظيم الذي سيعقده الليل الصامت ضد البر الرئيسي، وأيضا ضد جين مون، وعلى رأس ذلك المحارب الشاب السيد دام الذي أنهى بالفعل تدريبه ووصل أعلى مراحل الصقل لتقوية تقنيته قبضات نور التنوير، والذي استغرقه الأمر 7 سنوات كاملة حتى انتهى. وكل هذا بسبب الإذلال الذي تعرض له في الماضي بسبب ذلك الوحش، وهو الآن يسعى لرد الدين والانتقام في مشهد مهيب فخم، وهو داخل الجبل الذي قام دام بعمل ثقوب عديدة به. ولكن نرى ظهور العديد من الأضواء من تلك الحفر، وفي مشهد مهيب تحول التل إلى حفرة عملاقة عظيمة معلنا عن خروجه للعالم. أما عند جين مون ورفاقه أثناء الرحلة يبدأ الكبير تانك بتعليم تلميذه الجديد الشاب رواسان لفنون السم، يشرح له كيف أن السم يمكن استخدامه كسم لقتل الناس أو حتى كأدوية طبية لعلاج الأشخاص. مفاد الحديث أن الكبير تانك في نفسه يقول أن هذا الفتى يمتلك قدرة مناعة السم، وكذلك قدرة لتعلم فنون الدفاع عن النفس، وكل ما يريده هو أن يختبر إحدى أدويته عليه التي طورها على مدى عقود من الزمن، وهو سم الانبعاث، السم الذي يجعل الشخص أقوى بكثير من ذي قبل. ويقول سأستمتع بملء جسدك بالسم. وفي الطريق يبدأ بتدوين الملاحظات والتغييرات التي تظهر على الفتى رواسان، ويعلمه كيفية التحكم بالسم، وذلك باستخدام يديه. وعندما ينجح في إخراج والتحكم بالقليل من السم يمدحه الكبير تانك بأنه بالفعل يملك موهبة خاصة بتعلمه لهذا في أسبوع واحد فقط. يصاب رواسان بالإحراج الشديد ويبدأ بالضحك ويقول موهبتي جيدة جدا بكل تفاخر وتعال. ولكن المسكين يأخذ الصدمة عندما يخبره الكبير تانك من أجل تنمية فنون الدفاع الخاصة بك سيتم تعليمك على يد السيد جين، الذي وصفه الكبير تانك بأنه وصل لمرحلة العالم الفائق بالفعل. ولكن المسكين يصاب بالدهشة ويكاد يتجمد، لأنه يعلم أن جين مون يضرب فقط ولا يشتم. يخبره جين أنت على وشك تلقي الكثير من الضرب، وإذا كنت لا تريد أن تضرب فقم بمراوغتها الآن. وبعد مرور الوقت يصلون أخيرا إلى وجهتهم، وهي منزل عائلة تانك من سيشوان، وهناك
ينفصل عنهم تشونغ إين ويخبرهم بأنه ذاهب إلى المقر الرئيسي للقمر الأسود وأنه سيلتحق بهم فيما بعد. ولا داعي لذكر أن مبعوثي تانغ مصابون بالحزن الشديد لأنهم صحيح قد عادوا إلى الديار، ولكن الفرقة التي رافقتهم أيضا كانوا من عائلة تانغ وقد ماتوا ولم يتمكنوا من العثور حتى على جثثهم. يخفف الكبير عن الآنسة ماي ويكملون طريقهم نحو المنزل وعلى بعد عشرات الأميال وفوق إحدى الأشجار يراقبهم أحدهم من بعيد، وهذا هو رئيس عائلة تانغ. وعند دخول الكبير تانغ إلى داخل منطقتهم يأتي جميع من في المكان ليطمئنوا عليهم، ثم يقول الكبير تانغ: هذا تلميذي روا سان، أعطوه حماما طبي. ولكنهم يبدو أنهم قد فهموه بشكل خاطئ، فقد قاموا بأخذه كما السجين تماما. ثم يقول مؤشرا على جين والباحث: هؤلاء هم الأشخاص الذين قاموا بإنقاذي، امنحوهم أفضل سكن ممكن وقوموا بتزويدهم بأي شيء قد يحتاجونه. وبعد القليل من الوقت يخرج جين متنقلا بين الغابات التي تحيط بمسكن عائلة تانغ، ولكن أثناء ذلك يحس بكمية هائلة من التشي وتبدأ أوراق الأشجار تلتف حوله من كل مكان وتبدأ بالاقتراب منه أكثر فأكثر كما لو كان محاصرا. يدرك جين أن هذا هو من فعل شخص وصل بالفعل لعالم الرتبة المطلقة، ولكن جين يهدأ ويحاول التركيز ممسكا على سيفه. يجد أن هنالك شخصا متخفيا على بعد 13 مترا، وبالفعل ينقض جين باتجاه ذلك الرجل العجوز واضعا السيف على رقبته سائلا إياه عن من يكون. يقول الرجل العجوز: يبدو أن هذا العجوز تمادى قليلا في خدعته، لقد ذكرتني بشخص ما عندما كنت صغيرا. ويعرف العجوز عن نفسه، والذي نعرفه على أنه رئيس العائلة تانغ جون وو، إمبراطور 10,000 سم. ويسأله رئيس العائلة: هل أنت آخر سليل للطائفة السماوية الشمالية؟ يرد عليه جين بأن هذا صحيح، وربما يقصد عندما ذكر أنه يذكره بشخص ما، على ما أعتقد قد يكون يقصد والده جين كوان هو السليل الرابع للطائفة. وعندما يتمشيان معا داخل الغابة وبعد خوض العديد من المحادثات الودية، يقول رئيس العائلة: عندما يكون لديك الكثير من المسؤوليات والأشخاص الذين يتعين عليك حمايتهم، فمن الطبيعي أن يصبح البشر أضعف. لذا بدلا من الوقوف ضد عقلية المجموعة، على الرغم من أن لدي القوة للوقوف ضدهم، أردت فقط الحفاظ على عائلتي وشعبي وأماننا والسلام الخاص بنا. لهذا السبب اخترت هذا الطريق الأسهل. يقصد عدم قدرته على مساعدة الطائفة عندما تكالب عليها أوغاد التحالف السماوي المركزي، وهم السماوات التسع. يكمل: عندما سمعت أن والدك الراحل قتل من قبلهم، فيبدو لي أنك عشت حياة مضطربة. لكن جين يقول بكل ثبات: ليس لدي أي فكرة عن نوع المصير المقدر لي، ومع ذلك لن أسمح لنفسي أن يتم استهلاكها من قبل الخوف. منذ أن اخترت السير في هذا الطريق فأنا أخطط للخوض فيه حتى النهاية. وبعد محادثة طويلة ينحني رئيس عائلة تانغ معبرا عن امتنانه لجين مون ويقول: ابتداء من اليوم يجب على عائلة تانغ دعم زعيم الطائفة جين دعما كاملا، ونتعهد بحمايتك من أي مخاطر تنتظرك. وذلك لأنه أعجب بنظرة جين وردوده والأخلاق العالية التي يملكها والتي أصبحت غير موجودة. ولتكفير أخطاء الماضي قرر اتباع قلبه وعدم التراجع هذه المرة. وأثناء إقامة جين والرفاق داخل عشيرة تانغ، يأخذ جين حماما طبيا الذي يزيل الإرهاق والتراكم الداخلي للأضرار المتعددة من المعارك، ويجعل الجسم يفيض بالطاقة. يقول الكبير تانغ أثناء تلك العملية: كمية التشي التي يحملها أكبر بكثير مما اعتقد. بالنسبة لمعظم الناس كان يجب أن ينتهي هذا العلاج الآن، ويبدو أن الأمر كان متعبا وشاقا على كل الأفراد الذين شاركوا في العلاج. وبعد الانتهاء
يلتفت الكبير تانغ على روسان ويناديه من أجل الحمام الطبي، والذي يكون جالسا مستمتعا لا يريد الخروج من مكانه. ومن بعد أسبوع كامل وعند جين مون الذي يكون داخل غرفته وجسده المليء بالجراح في مختلف الأماكن، تلك الضربة الضخمة على يمينه التي تسبب له بها ذلك الوحش قبل 7 سنوات، ويتذكر يون هاسيول ويقول أنه يفتقدها. عندما يقاطع أحدهم تفكيره ويطلب إذنه للدخول، يسرع جين لأخذ ملابسه، ولكن تدخل عندها الآنسة مي والتي تحمل معها عباءة هدية من رئيس عائلة تانغ. عندها تصاب الآنسة مي بعاصفة تضرب قلبها وروحها، وتصاب بالخجل من رؤية جسد جين مون حيث أصيبت بالإحراج، وتلتفت بعيدا غير قادرة على النظر في عينيه. وخادمتها تزعجها قائلة: يبدو أن الآنسة الشابة على استعداد للزواج، أرجوك كوني هادئة. وخدودها محمرة. وبعد أن يستعد جين يرتدي العباءة يخرج ليلتقي بباقي الرفاق، حيث يجد أن الكبير تانغ سيرافقهم نحو البر الرئيسي، والذي يبرر ذلك على أنه يريد أن يرى كيف سيغير جين مون العالم، وكذلك أن جين لم ينتهي بعد من تعليم تلميذه روسان لفنون القتال، والذي يصرخ من الخلف: أنا أفيض من الطاقة، أنا أفيض من الطاقة أيها الشقي الصغير، قلت لك أن ترتدي ملابسك بشكل صحيح، لكن يا معلمي هذا يبدو أكثر روعة. أعلم أنني وعدت بإطاعة كلماتك، لكن هذا شيء لن أتنازل عنه. وتقول الآنسة مي بكل خجل: أينما ذهب عمي فأنا مجبرة على اتباعه، إنه مهمل بعض الشيء في بعض الأحيان، لذلك يجب أن نتأكد من أن نفحصه جيدا. وهذا أيضا ما يريده رئيس عائلتنا، ويبدو أن رئيس العائلة يفكر في المستقبل. وبالفعل يبدأون بالتحرك نحو المجهول، ومن فوق إحدى الأشجار يودعون رئيس العائلة وجين بعضهم البعض. وفي مكان آخر تماما، حيث تكون واحدة من إحدى القلاع المهيبة، قلعة السيف الأسمى، حيث يصل إليها خبر قتل القبضة الشيطانية جو تشيون وو. وحسب الشائعات كان ذلك بسبب الليل الصامت، ولكن هذا الرجل الذي تحيطه العديد من السيوف يقول: لقد كان وحشا قاسيا وشرسا لا يتوقف، ويفكر دائما في منزلته الاجتماعية، وكان أكثر عنادا من أي شخص آخر قابلته في حياتي. ولكن حتى مع ذلك نحن الأسياد الأربعة للسماوات الشمالية ليس لدينا خيار سوى الوقوف معا من أجل الحصول على ما يكفي من القوة لمحاربة السماوات التسع. ويبدو أن طائفة القبضات المحطمة بعد فقدان قائدها ستبدأ في خوض صراعات داخلية عديدة. ويكمل: ماذا سيحدث الآن لنا؟ وهذا الرجل المهيب هو يو تشيون هوا ملك السيف. وأخيرا شخصية أخرى من الركائز الأربع العظماء قد ظهر للعلن، ويبدو أنه هو الآخر أيضا سيبدأ تحركاته. ثم ينتقل المشهد إلى الآنسة إيون هاسيول التي لا تزال في طريقها نحو البر الرئيسي رفقة تلك القافلة التجارية، والذين للأسف لم يتمكنوا من بيع أي شيء من تجارتهم خلال الطريق. وعند الليل يخرج 3 من الرجال وهم الوحوش الأربعة الملطخين، وهؤلاء الأربعة هم إخوة بالدم معروفون بنهب القرى، وهؤلاء ال3 يحاولون سرقة القافلة. وأما بالنسبة لرابعهم الأخ الأكبر غير متواجد للآن. ومن خلفهم تأتي إيون هاسيول قائلة: ما الذي تفعلونه يا رفاق؟ يبدأ هؤلاء الأوغاد باستفزازها: أنت لطيفة جدا، هل أرسلك أخي الأول لإمتاعنا؟ تقول إيون هاسيول: مثير للاشمئزاز، أعتقد يا رفاق أنكم تريدون الموت اليوم. يبدأون بالضحك بجنون، وأثناء تلك الضحكات يفقد أصغرهم نصف وجهه في تلك اللحظة. تبا، ما الذي حدث للتو؟ ويخرجون أسلحة أشبه بأنصال القمر الدائرية الخاصة بالآنسة إيون هاسيول، وهذا يجعلها تصاب بالغضب الشديد. بالفعل ينقض عليها أولئك الأشخاص، ولكنها تتثاءب أثناء تفادي جميع هجماتهم، وقد بدأت تشعر بالملل وتقول: هل جميع سكان البر الرئيسي ضعفاء مثلكم يا رفاق؟ عندها تقرر القضاء عليهم دون أي تردد، والدماء
تفيض وتملأ المكان. وفي مكان آخر حيث تتساقط فيه الأمطار مكان يبدو محطما ومكسرا، يقف العظيم الفخم شبح الرمح أحد الأسياد الأربع العظماء لليل الصامت، حاملا لمظلة تحتها يجلس زعيم الألف صوت من الموت يون تشيون هاك. ويبدو أن الاجتماع العظيم لليل الصامت على وشك أن يبدأ. يدخل عليهم رجل ضخم الجثة وفي ظهره يحمل فأسين كبيرين، وهذا الرجل هو فأس الدمار مان تشو سان. ثم تظهر ساحرة الليل الأبيض الآنسة سيو جيوم هيانغ. يقول شبح الرمح: يبدو أنه ينقصنا سيون ميونغ. يرد عليه فأس الدمار: إنه زوبعة روح الظلام. هل نسيتم يا رفاق الشعار الذي يعيش به واقتباسا لكلام زوبعة روح الظلام؟ تماما مثل قلبي، أنا روح حرة تنجرف مثل الريح. هذا الهراء هو ما يقوله على الأرجح الآن، وهو على الأرجح يتحامق في مكان ما، وتخبرهم ساحرة الليل الأبيض. ومع ذلك بمجرد أن نتخذ قرارا سيكون بالتأكيد أول من يأتي لمساعدتنا، وهؤلاء الأربعة: شبح الرمح، فأس الدمار، وكذلك ساحرة الليل الأبيض، بالإضافة إلى الرابع زوبعة روح الظلام، هم السادة الأربع الشياطين لليل الصامت. عندها يقول الألف صوت من الموت، وهو أحد كبار أو شيوخ الليل الصامت. كان من المفترض أن يكون هذا هو التجمع العظيم، لكن كما هذا مثير للشفقة بسببكم، بسبب أنكم أيها الأسياد الشياطين هكذا، فقد وصل الليل الصامت إلى هذه الحالة المثيرة للشفقة. لم يكن ذلك الصبي مرتبطا بي بالدم، لكنه كان لا يزال ابني على الرغم من ذلك. لن أسمح لموت دانيوب أن يذهب سدى. أراد دانيوب دائما أن يستيقظ الليل الصامت من ثباته، ولم ينظر مرة واحدة إلى الوراء، ولم يستسلم أبدا. أراد أن يفعل كل ما في وسعه من أجل محاربة الظلم. لكن انظر إلينا الآن، ليس فقط قد استسلمنا، بل أيضا قبلنا الواقع الذي نعيش فيه، وقد رفضنا إجراء أي تغيير. لقد أصبحنا بالغين عديمي الفائدة، لا يسمحون لأحلام أطفالهم بالازدهار. وتقول ساحرة الليل الصامت: لكن ما تريده سوف يسبب المزيد من التضحيات، وهنالك الكثير من الأرواح البريئة سوف تعاني. ويقول فأس الدمار غاضبا ساخرا: حتى لو كان يجب علينا تقديم التضحيات، سيكون من الأفضل لنا أن نحاول على الأقل العودة إلى العالم، بما أننا ننتظر بالفعل موتنا في هذه الأراضي المقفرة، فنحن هم الأشخاص الذين قتلوا دانيوب. ويكمل قائلا: انتهى بنا الأمر إلى تكديس كل أعبائنا عليه من خلال وصفه بأنه أملنا الأخير. وعندما كانت الأوقات صعبة بالنسبة له، وعندما احتاج إلينا أكثر، ماذا فعلنا له بحق الجحيم؟ إنه لأمر محزن، إنه لأمر محزن حقا. كم نحن مخزون. يقاطعه شبح الرمح بغضب: مان شو سان، يمكنك التنفيس عن غضبك في وقت لاحق. يصرخ فأس الدمار مان تشوسان غاضبا ويقول: ماذا؟ هل قلت شيئا خاطئا؟ هل نسيتم بالفعل أيها الأوغاد كيف تم طردنا من أرضنا؟ يعزف الألف صوت من الموت على قيثارتي ألحانا جعلت الجميع يصمتون ويهابون هذا الرجل. يستمع له الجميع بحذر ويقول: على أي حال القرار النهائي سيتقرر حسب إرادته، حسب إرادة سيد الليل الصامت. وعند هذا الحد سأقف يا إخوتي الأعزاء، وسنكمل إن شاء الله في الحلقات القادمة قصتنا. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالقصة، وحتى لقاء آخر أراكم في أمان الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.